مساء العافية حبايب قلبي، يا رب يسعد أوقاتكم إن شاء الله، يا رب الكل بخير وصحة وعافية. نبدي يومنا بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. جتكم طريقة الكيك العادي بطريقة مبسطة وسهلة هماتين وسريعة، ما تاخذ من عندك وقت 5 دقايق، والنتيجة يعني كلش طيبة، قد ما تتوقعون طيبة وهشة وبيضة يعني. أنا استخدمت هنا طحين الحصى الوزعونا إياه برمضان، عندكم أي طحين عادي استخدموه ماكو إشكال. استخدمت أنا هنايا القالب، أول ما بلشت بالقالب، عندي قطعة مال زبد، دهنت القالب كله بالزبد. اللي ما عنده زبد عادي لا يتقيد، إذا عندكم راشي بعد أحسن، أنا ما كان متوفر عندي راشي. ما عنده راشي ولا عنده زبد يقدر يستخدم الزيت عادي، لا تتقيدون بأي شي، الموجود عندكم سووا بيه والله، والنتيجة يعني تطلع روعة. هنا عندي سمسم، اني السمسم مسهسهته، تحبون تخلون سمسم او مبروش، بالحالتين وحدة اطيب من الاخ. جربوها وشوفوا كلش طيبة، ويطلع السمسم والها كله بالكيكة يعني ملتصق، ماكو باقي بالقالب او شي، لا. دهنتها اني هنا وشبعتها كلش بالسمسم، احنا عائلتنا يحبونها هيك، القاع مالتها كلها سمسم. عندي هنا 3 بيضات، استخدمت اني هنا 3 بيضات العفو، وقلاص شكر، قلاصين طحين، قلاص حليب، او مي او عصير، انتو اللي تحبونه خلوا. اني هنا استخدمت حليب، واستخدمت برتقالة واحدة، استخدمت القشر مالتها، واستخدمت العصير مالتها. حبايب قلبي هنا استخدمت 3 بيضات، عليهم كيس فانيلا وخاشوقة خل، طرقتهم زين بالخاشوقة بالسباتولا، ايش عندكم انتو عادي. خليت عليه قلاص شكر، هماتين طرقتهم زين من لحد ما شفت ملمسهم صار ناعم. انا هنا مسرعة الفيديو حبايب قلبي، انا هنا سرعت الفيديو على مودكم حتى لا يصير طويل وممل. خلطتهم خلطة زينة. هنا ايش خليت عندي حليب باودر، اني ما كان عندي حليب سائل، خليت ملعقتين كبار حليب ونص قلاص مي، نص قلاص خليت، لان قلت اخاف اخليه كله فتحتاج، بس هي العجينة كلها اخذت من عندي قلاص واحد مي. خليت النص قلاص على الخليط، وبقيت هم اخفق بيهن من لحد ما ذابوا المواد كلهم متلابسة وسوية. خليت زيت هم نص قلاص خليت زيت. انا هنا ايش برشت عندي برتقالة، برشت القشر مالتها قليل من القشر، والباقي مال البرتقالة عصرته فوق الخليط. انطى طعم كلش طيب ونكهة كلش طيبة، ما خليته هواي عصير، اني خليت قليل قد يعني بس البرتقالة، ما خليت غيرها. انطى طعم يعني كلش طيب. واني هنا سويتها على مود اختي، طبعا شوفوهم قالتني واقفة على مود الكيكة. سويت هنا عصرت انا العصير مال البرتقال، وخليت نص قلاص زيت، نص قلاص ما كثرت. أنا هنا محضرة قلاصين طحين، ضفت عليهم كيس واحد بيكنج باودر، كيس واحد يعني أنا ضفت كيس بيكنج باودر، كيس فانيلا بس، غيرهم كل شي ما خليت. خلطتهم، ضفت أول بداية القسم الأول من الطحين والبيكنج باودر، جانستهم كل زين، ورجعت ضفت النص الباقي، هماتين جانسته كل زين. شفتها بعدها بيها ثخن تحتاج، خليت ربع قلاص مي يمي، وبقيت اضيف شوي شوي. الخليط كله اخذ من عندي قلاص كامل، على قلاصين طحين قلاص مي، قلاص حليب، قلاص عصير، انتو اللي تحبونه شنو. بس اني هسه الخليطة صارت نكهاتها كلش طيبة، طعم برتقال، يعني كلش طعمها كلش طيب. بالاخير انا ايش خليت مبروش، كلش طيب طعم المبروش ويا الكيكة. هم خليت تقريبا نص قلاص وخلطتهم، ضفتهم بالقالب، بقى بالقالب شوية من الخليط، ضفت عليه خاشوقة مال كاكاو خام، مو محلى، كاكاو خام بس شوية للشكل مالتها يعني، بس من فوق. ما اني اسويها ثخينة يعني، بعد من اخلي عليه الكاكاو ما اضيف عليه لا مي ولا شي، لان هي راح تصير ثخينة، فحتى لا تنزل اللي جوا.
فما اضيف مي، من تصير خفيفة راح كلها تنزل الكيكة وكله راح ينزل اللي جوا. طلعت والله كلش طيبة وكلش هشة. شغلت الفرن من جوا على حرارة متوسطة هادئة، شغلت الفرن قبل تقريبا 3 دقايق لا اكثر. انا قلت لكم مسبقا الفرن مالتي حامي يعني بسرعة يحمى، فنصيته كلش على نار هادئة وخليته. خليت اللي جوا بالفرن، خليت صينية اول وحدة خليتها اللي جوا كلش جوا العين، واللي فوق يعني قبل فوق الساف خليت الصينية اللخ، وخليت الكيكة بيها خليتها على نار هادئة. أخذت تقريبا 45 دقيقة، استوت تماما وارتفعت ارتفاع كلش حلو. وهسه ما ضحكتكم بالفيديو هم راح تشوفونه، يعني صارت كلش طيبة وكلش هشة وما أخذت وقت هواية. هو أهم شي الفرن ما تفتحونه إلا ورا نص ساعة بالضبط، يلا تقدرون تفتحون الفرن وتشوفونها. خليتها اني 45 دقيقة اخذت. من فوق ما شغلتها هواي، ماكو تقريبا دقيقة دقيقتين لا اكثر، بس مجرد اخذت لون بسيط كلش، لان انا عندي الكيكة كلها مستوية فما يحتاج ابقيها حتى تستوي بالكامل. طلعتها اني رأسا يعني قصيتها لين كانوا واقفين على راسي يردون ياكلون فما تحملوا تبرد. اي والله بسرعة قصيتها، يعني هي حارة قصيتها واكلوها. واصلا هسه اني دا اسجل بالفيديو، اني اليوم سويتها طبعا وكل شي ما بقى من الكيكة. خلصت الساعتها بس والله كلش طيبة، اتمنى تجربونها. وبسيطة يعني وما تاخذ من عندك وقت، وان شاء الله المواد كلها متوفرة عندك. اذا ما حابين بيض هالقد 3 عادي تقدرون تخلون 2 او 1 ماكو اي اشكال. ترى انتو اللي عندكم الموجود والمتوفر تقدرون كل شي تسوون بيه ويطلع بايدكم ان شاء الله يخبل. وانتو كلكم معدلات وماكو وحده يعني احسن من الاخ ان شاء الله، بس حبيت افيدكم لان اني شغلي صار لي يعني هوايه كلش هوايه اشتغل بالكيك، واني من عشاق الحلويات والكيك يعني احب اسوي. فقلت انزل لكم الفيديو هم تستفادون من عنده ان شاء الله، وهم بطريقه مبسطه تحبونها وسهلة. حبايب قلبي اتمنى عجبكم الفيديو، اتمنى تستفادون من عنده، اني اهم شي تستفادون من عنده. وان شاء الله قناتي دا تكبر بيكم والله العظيم. يعني ايش قد هو عدد بسيط، انا بقناتي 280 بس كلش فرحانة. ما عبالك 280 والله يشهد الله عباك آلاف، يعني كل واحد دا يدخل لي يعني دا يشجعني يعطيني حافز حتى اكمل واستمر وانشر لكم اللي ترجونه انتو واللي يعجبكم. اكتبوا شنو ترجون، شنو يعجبكم، حلويات، معجنات، فطائر، اي شي بالكم يعجبكم عادي انزله لكم. وكل الهلا نورتوني ونورتوا قناتي، ان شاء الله انتم عائلتي الثانية، وان شاء الله تكبر قناتي بيكم حبايب قلبي. انا هنا خليت لكم الصور هم مال الكيك، وخليت لكم مقاطع حتى تشوفونها. يعني هالشاشة صارت تخبل هشة كلش. نزلتها اني حتى تستفادون والله، يعني ما ردت اي شي، بس اهم شي تستفادون. اني بالفيس انشر هواية فغطية هواي بنات يردونها، فقلت راح انزلها هنا باليوتيوب حتى الكل يستفاد من عندها، انتو او غيركم منو حاب ومنو عندها صعبة. يعني حياته قدامكم كل شي مقطع خليته كله قدامكم حتى تشوفونها وتطبقونها نفس ما مسويتها اني. لهنا حبايب قلبي ينتهي الفيديو وياكم، اتمنى عجبكم واتمنى كانت خفيفة، واتمنى يا رب تجربونها وتشوفون طعم الهشاشة حبايب قلبي. هنا اترككم في امان الله وحفظه، مع الف سلامة.